السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة طلع لكم الحلقة دي كده عشان خاطر اوريكم المحشي بتاعنا اللي عملناه جميل. انا طلعت لكم بحفلة كده يعني لايف كده، وعملت لكم المحشي كان على المباشر يعني، ووريتكم كل تكاتي في المحشي وكل خبرتي في المحشي وكل حاجة. فكان في تعليق من احدى متابعيني يعني العسل، البنوتات العسل اللي بيتابعوني بيقولوا لي يا ماما حوريه لما بتحطي ميه اثناء الرز، يعني انا حطيت جزء من الميه كده زي ربع الكوبايه، يعني مثلا لو المعلقه دي كده حطيت كده مثلا كانت 3 معالق من دي او 4 معالق على الرز، على كميه الرز اللي انا عملت بيها المحشي. فبتقول لي يعني يا طنط حوريه ممكن مثلا الرز ده ممكن يعني كده هيستوي؟ قلت لها لا كده مش هيستوي، احنا بندي شويه ميه اثناء الرز واحنا بنشوح وكده مع البصل مع الصلصه، التسبيكه يعني، ومع الخضره بنديله التكايه دي عشان خاطر الرز من جوه زي ما احنا هنشوف دلوقتي في المحشي مش معجون ولا حاجه ولا متعجن ولا اي حاجه. بنديله كده عارفه بندي الرزايه كده بنفكها من ان هي تبقى رزايه كده يعني جاسيه كده، او ان هي تبقى رزايه يعني نيه شويه، بنفكها شويه عشان تبقى طريه علينا واحنا بناكله. بس طريه بمعنى ايه؟ مش بمعنى ان هي تستوي او بمعنى ان هي تتعجن مني، لا. وبصوا وادي طلع لكم بالفيديو ده خير دليل على المحشي بتاعنا الجميل اللي مش يعني بصوا يعني طعمه وشكله وكل حاجه حلوه فيه. هو بابسط الطرق عملناه خالص، بس بيطلع بطعم يعني مش عارفه اقول لكم بصراحه على الطعم، يعني هو لازم تجربوا طبعا الطعم عشان تحكموا انتوا. يعني انا كنت عامله محشي فلفل، انا هفتح فلفلايه كده قد الحله اهي معاكم بس عشان هي سخنه. بصوا كده معايا اهو، ادي الحله ما شاء الله اهي، ادي الحله اللي عملناها مع بعض. طبعا ده بعد ما استوى يعني. انا جايه بس عايزه يعني ارد على على الحته اللي هي بتقول ان هي ممكن يكون الرز كده معايا هيطلع معجون او حاجه. لا بصوا كده انا هوريكم محشيايه هنفتحها كده مع بعض اهو. بصوا خلي بالكم انا هدي المحشيه كده فتحه كده في النص كده وهنشوف الرز من جوه طالع معجون ولا لا. بصوا المنظر اهو، ده الرز بتاع المحشي بتاعي. بصوا الرز عامل من جوه اهو يا ولاد. الرزايه مش معجونه ولا حاجه، بس هي واخده استوى حلو خالص وطعمها حلو، واخده الرزايه واحده بوحدتها زي ما بيقولوا، رغم ان احنا حطينا له حته شويه الميه يعني الحته اللي حطيناها دي. بس بص اهو، بصوا اهو اهي بتاخدي رزايه. بصي احلى رزايه محشي تاخديها من التكايه اللي انا قلتها لكم. فبصي ما تقلقيش من شويه الميه اللي احنا حطيناهم اثناء الرز اهو. بصوا اهي التكايه اللي احنا حطيناها خلت الرز طلع معانا مش متعجن ابدا، ولا اللي هو جاسي كده، الرزايه نيه من جوه اهو. انا هجرب لكم تاني على الكاميرا اهو. بصوا الرزايه عامله معانا اهو. هطلع لكم واحده تاني، هطلع لكم البدنجان. هناخد بدنجانيه كده اهي. بصوا البدنجانيه الحلوه دي اهو، شايفين اللون طالع حلو ازاي اهو يا ولاد. بصوا اهو هنفتح كده مع بعض اهو اهي. بصوا اهو ما تعجنش معانا ولا حاجه، وادي قلب البدنجانيه الرز طالع حلو. بصوا شكل الرزايه عامله بصوا الحاجه ما شاء الله. بصوا يعني بصوا يعني الصوره بتتكلم، فما تقلقوش اهو. بصوا اهو الرز طالع حلو مستوي، ولا هو معجون متعجن من نيه، ولا هو يا ولاد، ولا هو طيب زياده يعني معجون، ولا هو طالع ني مثلا الرزايه نيه من جوه. لا بصوا اهو احلى سوا رز ممكن تشوفوه في حياتكم في المحشي. التكايه اللي احنا عملناها بتاعه شويه الميه اللي حطيناها، شويه الميه، في ناس كانت متخوفه بتسالني بتقولي ممكن الرز كده يتعجن. لا اهو التجربه خير دليل، وانا فتحت لكم المحشي اهو عشان تتاكدوا. ما تقلقوش من موضوع الميه. احنا مش بنحط كميات عشان نخاف، لا احنا بنحط حاجات كده يعني لا تذكر، يعني 4 5 معالق لكميه الرز ده. هي دي بتساعد الرزايه ان هي تتفتح معانا كده، وما تبقاش يعني تبقاش كده ناشفه معانا واحنا بناكلها. تمام يعني جربوا كده وصفه المحشي بتاعنا ان شاء الله باذن الله.
طلع احلى محشي واحلى طعم، حاجه جميله والله، سواء المحشي الفلفل او محشي البدنجان. يعني هو المفروض المحشي بيتاكل لوحده بوحدها كده اهو. بصوا كده اهي، شايفين المحشيه طالعه ازاي حلوه، شايفين الرز طالع ازاي، بصوا حاجه ما شاء الله كده. طبعا سخنه انا مش قادره امسكه بايدي طبعا. فيا رب تجربوا الوصفه بتاعتنا ان شاء الله كده، يعني وصفه المحشي جميله، مفيش اسهل منها ان شاء الله. وان شاء الله تعملوه ويبقى كده حلو معاكم بالهنا والشفا يا رب العالمين. دمتم في صحه وسعاده يا رب العالمين. واي حاجه واي استفسار عن اي اكله تقف معاكم في المطبخ، اي استفسار، اي حاجه، اي معلومات عاوزينها، اي اسئله، يعني انا معاكم في كل الاسئله. اي حاجه واقفه معاكم في الطبخ، في الوصفات، اسالوني وانا تحت امركم في التعليقات وهرد عليكم. وكمان يعني اجابات وافيه وكده ان شاء الله. ان شاء الله تنجح معاكم الوصفات من اول مره يا رب، لانها وصفات سهله وجميله ومش معقده ولا حاجه. يعني احنا بنعملها دايما للمبتدئين، كمان للناس اللي بتكون لسه مبتدئه، عشان خاطر يعني انا مقدره بناتنا اللي بيبقوا لسه متزوجين جديد. في بنات طبعا بتكونش دخلت المطبخ قبل كده، فانا بحب ادي خبرتي كلها يعني كحاجة مبتدئة كده، يعني بدي حاجات مبسطة خالص يعني. يعني مثلا عندي حاجة مثلا مش موجودة، ما عقدش الدنيا واقول ما اقدرش اعمل بيها، ما اقدرش اعمل من غيرها، يعني لا، اعمل بيها. وفي بديل عنيها، بندي بدائل للطبخ، بندي بدائل لحاجات معينة، بنبسط الدنيا في الطبخ. والله الطبخ ما فيش اسهل منه، بس انتوا تحبوه وتحبوا دخلة المطبخ كده. لو حبيتوا المطبخ وكده هتطلعوا كل الحاجات الحلوة اللي جواكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب ان شاء الله. سعدت بيكم جميعا بكل متابعيني يا رب. ربنا يهنيكم، ربنا يسعدكم، واكون دايما كده عند حسن ظن الجميع يا رب ان شاء الله. اللهم امين يا رب. ربنا يرضى عنا جميعا يا رب ان شاء الله، لما يحب ويرضى جميعا يا رب العالمين جميعا كده ان شاء الله. ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله، ودمتم في صحة وسعادة وراحة بال جميعا. بتمنى لكم كل السعادة من ماما حورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.